القصه اللي اقولها لك النهارده هي قصه عجيبه جدا. القصه دي قصه حقيقيه حدثت لاحد الاشخاص في احد المدن المصريه. الشخص ده كان رايح يعتمر، كان رايح يعمل عمره، وشاف رؤيه قبل العمره. الرؤيه دي شافها 3 مرات. الرؤيه دي كانت رؤيه عجيبه وغريبه جدا. تعالى كده صلى على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. واحد مصري كان راح يعمل عمره وبيشوف رؤيه عجيبه، بيشوف رؤيه. اللي جاله في الرؤيه ده جاي له شخص بيقول له يا فلان، جاركم فلان الفلان خدوا معاك العمره. هنا صاحبنا صحى من النوم على اساس ان دي حلم بقى وتخاريف ونايم وكده. المهم بينام تاني يوم يجي له نفس الشخص بيقول له نفس الكلام، يا فلان خد فلان الفلان جاركم معاك العمره. هنا قال لك لا بقى، ده كده الموضوع كده ايه، الموضوع ما يطمنش. وراح لاحد المعبرين اللي بيفسروا الرؤى وقال له على اللي شافه. عشان الراجل اللي بيفسر الرؤيه ده بيقول له جارك ده ايه يعني؟ جارك ده مين يعني عشان يجي لك رؤيه ان واحد يقول لك خده معاك العمره؟ يقول له جاري ده مين؟ ده ما بيصليش، ده معروف عنه في المنطقه ان هو ما بيصليش اصلا ولا عمره دخل جامع. هنا الراجل اللي بيفسر الرؤيه قال له طب خلاص، التالتة تابتة، لو جات لك الرؤيه وجالك الشخص في الرؤيه قال لك خده معاك العمره للمره التالتة، يبقى لازم تاخده معاك العمره من غير كلام. وفعلا ينام صاحبنا ويجيله الشخص الثالث مره يقول له يا فلان روح خد فلان الفلان معاك العمره. هنا بقى صاحبنا قال لك بس ما فيش فايده، وفعلا راح وخبط عليه، سلام عليكم. عليكم السلام، بقول لك انا رايح عمره وهاخدك معايا ان شاء الله. هنا الراجل جاره ده ضحك قال له عمره؟ انا ما بصليش، انا ما بعرفش اصلي. قال له هعلمك. قال له انا ما بعرفش اتوضى. قال له هعلمك. وفعلا قبل العمره بحوالي 3 4 ايام بدا الشخص ده يعلم جاره الوضوء ويعلمه يصلي. وزي ما تقول الجار ده لما عرف بقى ان هو رايح عمره نفسه اتفتحت كده، وقعد كده اكتر من اسبوع قبل ما يسافر مواظب على الصلاه في الجامع، يصلي على طول وما بيسيبش ولا فرض. وفعلا خدوا وطلعوا على السعوديه عشان يعملوا العمره. الراجل بيقول اول ما دخل السعوديه واول ما شاف الكعبه بان عليه التاثر، بان عليه التاثر كده فعلا من الايمان، وتحس كده ان هو حاجه عجيبه. ازاي راجل ما كانش بيصلي واول ما يشوف الكعبه يقعد يبكي ويتاثر كده؟ نخلص العمره ونخلص صلاه في الحرم، واول ما نروح السكن هو يقول لي انا هروح اقعد في الحرم شويه. اقول له روح وربنا يفتحها عليك. وفعلا كان يسيبني يروح هو يقعد في الحرم. اليوم الاولاني يروح ويرجع، اليوم الثاني يروح ويرجع، اليوم الثالث سابنا في السكن وراح يقعد في الحرم زي ما بيقعد، بس ما رجعش، اتاخر. قعدنا قلقانين عليه ندور ونسال ونتقص لحد ما رحنا. تخيلوا لقينا الراجل ده ساجد وروحه فايضه لبريئها. لقناه ساجد ومتوفر رحمه ربنا سبحانه وتعالى، مات وهو ساجد. ساعتها كنا مستغربين، انا كنت في حاله ذهول. الراجل مات وهو ساجد، طب ازاي؟ كلمنا اهله في مصر، اهله طبعا اتفاجئوا طبعا وما كانوش مصدقين، بس قالوا لنا ان احنا نغسله ونكفنه وندفنه في مكه جنب الحرم. وفعلا عملنا كده. بس انا بقى ما اسكتش، بعد ما نزلت مصر رحت لزوجته قولي لها تعالي بقى بالله عليكم قولي لي كان في ايه جوزك بيعمله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ جوزك كان بيعمل ايه عشان ربنا يفتحها عليه في اخر اسبوع في حياته ان هو يصلي ويعمل عمره ويموت وهو ساجد وفي الحرم؟ ايه حسن الخاتمه دي؟ قالت لي والله انا هقول لك اللي فيها. قلت لها قولي لي ايه اللي فيها. قالت لي جوزي ده كان قلبه طيب قوي، كان متكفل بالسيده العجوز فلان الفلان، اكيد انت عارفها. قلت لها انا عارفها، الست اللي قاعده بطولها دي. قالت لي ايوه. قالت لي جوزي بقى كان متكفل بيها وكان بيديها نص مرتب، وكل يوم يروح يقضي لها الحاجه بتاعتها، بيمير عليها زي العيل الصغير، بيطبخ لها ويغسل لها وينظف لها البيت كل يوم. ده غير زي ما قلت لك كان نص مرتبه رايح ليها وكان متكفل بيها. وكانت الست ديت دايما تدعي لجوزي دعوه واحده بس، روح الهي ربنا يحسن خاتمتك. ما كانتش بتدعي له الا الدعوه دي. عشان الراجل بيقول اقسم بالله بكيت بكاء، بكيت بكاء شديد جدا اول ما زوجته قالت لي كده روح ربنا يحسن خاتمتك. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الست اللي الراجل ده كان متكفل بيها واحسن خاتمته، الست اللي كان الراجل بيصرف عليها واحسن خاتمته، الست اللي كان بيراعيها وبيمير عليها زي الطفل وكان متكفل بيها من كل حاجه. عشان كانت بتدعي له دعوه زي دي ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعوة وفتحها على الراجل في آخر 10 أيام في حياته إن هو يصلي ويروح يعمل عمرة وفي قلب الحرم يموت وهو ساجد.
ما اجملها حسن الخاتمه. عرفت بقى ان ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى اقل الاعمال بيتقبلها منك، ولو واحد دعا لك دعوه كده بنيه صادقه ربنا يتقبلها منك. فخلي عشمك دايما في ربنا، صل وقرب لربنا سبحانه وتعالى، صل وقرب منه والله العظيم، ارفع ايدك وادعي له وهيستجيب لدعائك. فاللهم احسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. ويا ريت ما تسيبش الفيديو ده الا لما تدعي بالدعاء ده، وده احلى دعاء انت ممكن تدعيه، اللهم احسن خاتمتنا جميعا. يا ريت يا جماعه تعملوا شير ولايك للفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد.